هذا في مجموعات مسلحة تهجم على كانت مجموعات مسلحة تهجم على السجون من الخارج بعربيات. من الخارج بعربيات. ومع صوت طلقات زاد حالة هياج. مع صوت الطلقات يعني ابتدوا يضربوا. يضربوا على السجون. ومع صوت الطلقات المساجين. مع صوت الطلقات. المساجين حدث هياج أكتر وسط المساجين، وابتدوا يكسروا في الغرف بواسطة طفايات الحريق اللي كانت موجودة. بواسطة طفايات الحريق اللي موجودة في الغرف. بس كانت حوالي الساعة 3 صباحا 4 كانت السجن كله مش كان الساعة 4 3 صباحا أو 4 كان السجن كله. هل تم اختار قيادات الداخلية عن الاقتحام؟ اخترت يعني بعد الاقتحام ده اخترت الداخلية؟ طبعا. وما هي التعليمات التي صدرت لك؟ دفعوا عن المنطقة، كان خلاص الدنيا. وما هي التعليمات التي صدرت لك؟ طلبوا منا الدفاع عن المنطقة، بس كانت الدنيا خلاص. ما هي الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين السجن؟ والتي تمنع نجاح مخطط الاقتحام؟ هو في حضرتك خطة تأمين كل سجن ليه خطة تأمين. كل سجن ليه خطة تأمين؟ الخطة دي بتتعمل. وفي تنسيق في الخطة دي بين الأمن المركزي وبين مديرية الأمن التابعة لها السجن. وفي تنسيق ما بين الأمن المركزي ومديرية الأمن التابعة لها. بصراحة شديدة في الأول كان لما بنفقد حد من الضباط كنا بنزعل، بس لسه كنا بننزل نغطي خبر وكنا بنقول إن ده ما ينفعش وإن صعب إن يبقى ضابط وفي شبابه ويفقد حياته وكده. النهاردة الإحساس اتغير، الإحساس إن الواحد وهو جاي لأهل حد مش عارف هل دي آخر مرة هيدخل بيت حد يقول البقاء لله، هل ده آخر ضابط هيروح ولا احنا ضباطنا هيروح واحد ورا التاني. واللي يزعل ان الضباط اللي بتروح من أكفأ الضباط اللي عندنا. الإحساس ولا بقى خبر ولا بقى إعلام، الإحساس تحول إحساس وطني بحت وإحساس بالحرب فعلا وإحساس بالخوف والقلق على البلد. هنقابل أهل النقيب خالد زعفان وللأسف الشديد مش عارفة إذا كان هيبقى ده آخر ضابط ولا لأ.